نقل أبو بكر الأسرم وهو من علماء الحنابلة في ناسخ الحديث أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الرجل الصالح لا ينبش ولم يكن في القبر الواحد نجاسة، وهذا يحقق مقولتنا التي ذكرنا سابقا أن علة النهي عن اتخاذ القبور مساجد لا للنجاسة ولكن لاتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله.